إن وضع القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. هعيدها تاني عشان يسمعوها هناك. إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتولي مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. رايحين شايلين فينا سلاح، راجعين رافعين رايات النصر، سالمين حالفين بعهد الله، نادرين واقفين حياتنا لمصر. باسمك يا بلدي نفنا يا بلدي، جيشك وشعبك روح التحدي، أرضك وزرعك شمسك وقمرك شارك ونباتك سيرك وهرمك، بدمي أفادك وصد الأعادي وأفدي بروحي عيونك. راجعين رافعين رايات النصر، سالمين حالفين بعهد الله، نادرين واقفين حياتنا لمصر. شرفك يا بلدي عزة كرامتي، غالية لحقي أمانة رقبتي، حبك بزعلك خيرك وكرمك، بنفلك وطرك صبرك وسهرك بصحو حنانك وباستشهادك أسجل نشيدك تاريخك يا مصر.
الله. نادرين نادرين واقفين حياتنا لمصر، اسمك يا بلدي اسمنا يا بلدي، جيشك وشعبك نور التحدي. شمسك وقمرك شارك ودمك نيلك وهرمك، بدمي أفادي وصد الأعادي، وأفتي بروحي عيونك. راجعين رافعين رايات النصر، سالمين عارفين طعم النار. نادرين راكبين حياتنا لمصر، شرفك يا بلدي عز كرامتي، غالية حقي أمانة رقبتي، حبك مساحتي خيرك وكرمك، بنفلك وطرك صبرك وسهرك صحوي حنانك ومسك شمالك، أكفي نسيجك تاريخك يا مصر. البيان رقم 3 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أيها المواطنون، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغييرات جذرية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتدارس هذا الأمر مستعينا بالله سبحانه وتعالى للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم. وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع، مؤكدا في نفس الوقت أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن. وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم، ولكل أفراد شعبنا العظيم، والله الموفق المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. بلادي أحلى البلاد يا بلادي، بلادي أنا والولاد يا بلادي، بلادي بلادي يا بلادي. يا حبيبتي يا مصر يا
شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي. إن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي. يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر. هو انتوا فاكرين انه خير اجناد الارض، فاكرين انه خير اجناد الارض جايه كده من فراغ ولا ايه؟ انتوا فاكرين ان خير اجناد الارض اللي قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم جايه من فراغ؟ دي علاقه خاصه جدا بين شعب مصر وشعب مصر وجيشه، لا تنفصل. لكن لما انا اشوف يتقال من شهور في افرولات وزي عسكري موجود في الشارع، وفي سلاح بيتهرب من دول كتير، وبعدين يتقال ان في جزء من الجيش المصري انقسم. يعني المؤامرة ان يتقال خلال الفترة اللي جاية ان في جزء من الجيش المصري بيهاجم جيشه. خلي بالكم، والله العظيم والله العظيم والله العظيم الجيش المصري على قلب رجل واحد.